السلام عليكم. أثار العالم الهولندي للزلازل فرانك هوجر بيتس الجدل بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وذلك بعدما توقع حدوث زلزال عنيف بالمغرب وأسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. وهو الزلزال الذي وقع في جبال الأطلس الكبير بالمغرب بقوة 7 درجات فجر السبت الماضي، أودى بحياة حوالي 3000 شخص وأسفر عن جرح وتشريد العديد من الأشخاص، ويعتبر هذا الزلزال الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ أكثر من قرن. قبل وقوع الزلزال بأيام قليلة، قام هوجر بيتس بنشر توقعاته على منصة تويتر، حيث تنبأ بحدوث هزة قوية في المغرب بين 5 و7 سبتمبر، وهو ما حدث فعلاً في فجر 9 سبتمبر. وعندما يحدث أي هزة أرضية في أي مكان في العالم، يعود اسم هوجر بيتس إلى الواجهة من جديد، خاصة إذا كان قد تنبأ بها مسبقاً. العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي، وفي تحديث جديد نشره هوجر بيتس اليوم الأربعاء 13 شتنبر الجار عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة الجيولوجية سجيغوز، تنبأ بحدوث هزات أرضية مستقبلية. ووفقاً لتوقعاته، من المتوقع حدوث تجمعات لهزات قوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، ومن ثم في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث يمكن أن تصل قوة الهزات إلى ما يزيد عن 6 إلى 7 درجات. هوجر بيتس حذر أيضاً من خطر تسونامي إذا حدثت هذه الهزات قرب سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وشدد على أهمية متابعة التطورات والبقاء على دراية بالمخاطر. وقال هوجر بيتس إنه قد تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريباً، إلا أنه أشار إلى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات. العالم الهولندي يحذر، وقال هوجر بيتس، من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر. إذا كانت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل، فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقا، وإذا حدث ذلك فسوف ينتج عنه تسونامي، ويجب أن تكون على دراية بذلك. وأضاف: علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط. إنها ظاهرة معروفة في علم الزلازل أنه غالباً ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى، ثم لدينا عدة أيام وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 سبتمبر، ولا ينبغي الاستهانة بها.